أطل المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي مجددا بتصريحات مثيرة للجدل كعادته، ادعى من خلالها أن الكاف حسم الأمر وراء الكواليس في البلد المنظم لكأس إفريقيا 2025. وقال الدراجي إن الأعضاء 23 للمكتب التنفيذي للكاف تلقوا تعليمات بالتصويت لصالح الملف المغربي على حساب نظيره الجزائري، مشيرا إلى أن الجهاز الوصي على كرة القدم الإفريقية يرغب في مراضاة الجزائر بمنحها شرف تنظيم نسخة 2027 أو 2029. الدراجي ادعى أن قرار إسناد تنظيم الكان للمغرب تم اتخاذه قبل أشهر قبل أن تقرر الجزائر التقدم بطلب الترشيح، مشيرا إلى أن منح الجزائر تنظيم نسخة 2027 يبدو مستبعدا بعد تصريحات رئيس الكاف باتريس موتسيبي.